الحلقة الخامسة. أنا خايفة لا يكون مات. ربنا يستر، ما تخافيش. أنا ما شفتش أمن في العمارة. أنا مش قادر. تعالى ريح شوية. وبعدين ده دفعنا النفس يا فرح. الحق، ده قام زي العفريت اهو. يلا يا عم اسماعيل، يلا ده جاي علينا زي المجنون. يلا اجري. بقول لك ايه تعالي من الشارع ده نرجع نتحامى بزعمة الناس في نريفانا. يلا بسرعة يا فرح، هو قريب من هنا. يلا. ايوه انا شايفاه اهو. اقسم بالله ما هسيبكم، انا حته بنت زي دي اتعلم عليا. يا نهار اسود، بسرعة اجري. ده ركب عربيته. يا نهار اسود. ده جاي علينا اهو، يا ساتر يا رب، ايه المجنون ده خبط راجل وست وجري. ده طار الراجل يجي 10 متر. حد خد رقم العربيه؟ هو انا لحقت؟ بقولك كان بيجري زي المجنون، والشارع ضرب كحل زي ما انت شايف. لا حول ولا قوه الا بالله. حد اتصل بالاسعاف بسرعه يا جدعان، الراجل بيفرفر. ايه ده؟ هو في ايه بره؟ البوليس ماله هاج مره واحده ليه كده؟ تلاقيهم مسكوا حرامي ولا حاجه؟ حرامي ايه؟ لا كل ده عشان حرامي؟ الموضوع شكله اكبر من كده. يا ساتر يا رب، المنظر بشع، اللهم احفظنا. ايه ده منظر ايه يا ربع؟ كفل الشر. راجل وست عملوا حادثه ومرميين على الاسفلت وسايحين في دمهم. فين؟ في الشارع الضلمه اللي ورانا ده. بيقولوا واحد ابن حرام داسهم بالعربيه وجري. شفت؟ مش بقولك الموضوع كبير؟ انا اذنك اروح اشوف الحكايه. ما تقعد يا استاذ صالح، وانت غاوي وجع دماغ ليه؟ مش عارف، يمكن عشان صحفي مثلا. سلام. انت يا ابني ابعد الناس دي واعمل لي كوردون حوالين المصابين. فين بتوع الاسعاف؟ ايوه حضرة الضابط. حالتهم ايه؟ للاسف الراجل اتوفى بس البنت عايشه. معاهم اثبات شخصيه؟ يا باشا المتوفى اسمه اسماعيل عبد الدايم السيد، السن 65 سنه، المهنه ريجيسير، والبنت مجهوله الهويه. يا عسكري دور كده في محيط الحادثه، يمكن تلاقي بطاقتها اتنطرت كده ولا كده. حد شاف اللي حصل؟ انا شفت عربيه جت زي الصاروخ، شات راجل وست دول ونطتهم يجي 10 متر. يا ساتر يا رب، هو ده شارع يتمشي فيه بسرعه؟ اكيد كان سكران ولا مسطول. حصل لهم ايه؟ بيقولوا الراجل مات والست عايشه بس مغمى عليها. تلاقي راجل ومراته يا عيني ماشيين في امان الله. لا مش مراته، البنت شكلها صغير شابه كده، ممكن بنته. الراجل هو اللي شكله كبير في السن وباين عليه غلبان يا ولداه. بيقولوا كان شغال ريجيسير بتاع كومبارسات يعني. انت بتقول ايه؟ ممنوع تعدي الكوردون يا استاذ. انا صحفي يا باشا ورنيك كارنيك لو سمحت. بقول لك صحفي، اوعى يا استاذ ما ينفعش كده. مش ممكن. عم اسماعيل، مين اللي عمل فيك كده يا حبيبي؟ انت كنت لسه معايا. لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. تعرفه؟ طبعا اعرفه، ده صاحبي وبلدياتي وكل الناس دي تعرفه. اسماعيل عبد الدايم ده اقدم ريجيسير في مصر. كان راجل محترم وطيب، طول عمره غلبان في حاله. ده عنده 4 بنات. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. الله يرحمه. تعرف البنت اللي معاه؟ ما اعرفهاش كويس، انا لسه متعرف عليها من ساعه، بس كانت قاعده مع عم اسماعيل في كافيه نيرفانا. انت كده هتيجي معانا ناخد اقوالك، لانك تقريبا اخر واحد شاف المجني عليه. انت صحفي مظبوط يا استاذ؟ صالح محمود، صحفي في جريدة كلمة. المهم يا فندم، حد خد رقم العربية؟ بتدوروا عليها دلوقتي؟ بلغتوا كمان اللي في مداخل ومخارج زايد. جرى يا استاذ صالح، انت هتعلمنا شغلنا؟ يبقى ما حصلش حاجة، وزمان الجن دلوقتي خرج من زايد ووصل اسكندرية كمان. هو ما حصلش حاجه فعلا، لاننا معناش اي بيانات عن العربيه، لا رقمها ولا نوعها ولا حتى لونها. اتفضل معايا لو سمحت. الله يرحمك يا عم اسماعيل، الله يرحمك. ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده؟ ما تعملش في نفسك كده يا سعد. ايوه يا هانم.
يا سعد، سعد، ايوه جاي لك اهو. هات كوبايه ليمون لهيثم بيه بسرعه بسرعه. تمام يا هانم. استنى وخد عربيه هيثم بيه الكبيره، اغسلها كويس ودخلها الجراج، يلا بسرعه، انت لسه واقف. خلاص تمام يا هانم، حاضر. طيطش يا قوسه. بس يا بابا، دي حادثه وبتحصل كل يوم، لا انت اول ولا اخر واحد يخبط حد بعربيته. ده خبط 2 يا ست هانم، مش عارف عملها ازاي دي. مش قلتلك ما يجيش من وراه غير المصايب. جرى ايه يا منصور؟ ده وقته، بدل ما تقول له حاجه تهديه. الحادثه حصلت فين بالظبط؟ هنا في زايد. فانو شارع يعني؟ شارع الزهور اللي في الحي الثامن. حد شافك؟ ما اظنش، الشارع كان فاضي. كنت جاي مع مين ورايح فين لما خبطتهم؟ ما كفايه بقى يا منصور، انت بتحقق معاه. ممكن تسكتي وتسيبيني اعرف كل حاجه عشان اقدر اتصرف، ولا اسيبه يتسجن؟ ابن منصور الرفاعي يتسجن وانت عايش؟ الله الله. اسمع يا ابني، انت هتروح فيلا اسامه الصاوي دلوقتي. انت كنت سهران عند اسامه من اول الليل، مفهوم؟ مفهوم يا بابي. وانت يا سهير نبيه على كل اللي في الفيلا، لو حد جه سأل عن هيثم هو عنده اسامه من بدري، وانا هكلم اسامه دلوقتي افهمه كل حاجه. يلا امشي حالا. حاضر. طبعا هتاخد العربيه المرسيدس. ماشي. انا خايفه على نفسيه الولد. نفسيه ايه وزفت ايه؟ يا ريته يتحبس بقى عشان يتربى. الو. ايوه يا يوسف، انت صاحي؟ طيب تمام. عايزك تروح حالا شارع الزهور اللي في الحي الثامن، في حادثه حصلت من شويه، عايزك تعرف كل حاجه عنها على طول. انا كل اللي اعرفه عن فرح دي ان هي من المنصوره، كانت جايه تصور اعلان النهارده بس اتلغى تقريبا وما صورتش. واسماعيل عبد الدايم هو الريجيسير اللي جايبها؟ مظبوط. وليه ما رجعتش المنصوره تاني طالما الشغل اتلغى؟ ولا ليها سكن هنا؟ لا ملهاش ولا ليها حد هنا، هي كانت عايزه ترجع المنصوره فعلا بس ما عرفتش بقى عشان الوقت اتاخر وما كانش هتلاقي مواصلات. حتى عم اسماعيل كان بيدور لها على فندق عشان تبات فيه. ما راحتش الفندق ليه؟ ما عرفتش تحجز عشان ما كانش معاها بطاقه. عم اسماعيل اصله حكى لي كل ده واحنا قاعدين في نيرفانا، وانا قلت له اني هتصرف واحاول اشوف لها فندق. وبعدين؟ مفيش، لسه همسك التليفون واعمل اتصالاتي لقيتهم خرجوا هما الاتنين مع هيثم الرفاعي. قلت اكيد هيثم حللهم المشكله. مين هيثم ده؟ هيثم الرفاعي ابن منصور الرفاعي رجل الاعمال. اوعى تقول لي انك ما تعرفوش. مين ما يعرفش منصور الرفاعي؟ دي شركات البلد كلها بتاعته. الغريبه بقى ان هيثم الرفاعي ما ظهرش تاني من ساعه ما خرجوا هما الاتنين. ما يمكن وصلهم ومشي. ممكن طبعا، بس هيثم ده مش هيعمل حاجه يعني لله كده. انا متاكد ان عينه كانت من فرح. كده يبقى هيثم اخر واحد شاف اسماعيل وفرح. بالظبط، واكيد عارف هم راحوا فين وكانوا جايين منين، واحتمال برضو يعني يكون شاف العربيه اللي خبطته. يبقى نستدعي هيثم الرفاعي حالا عشان لو عنده اي معلومات عن العربيه نلحقها قبل ما تبعد. الو. ايوه يا اسامه، الشرطه جت هنا من شويه وطبعا كانوا عايزين هيثم. انا قلت لهم انه عندك في البيت من بدري. لا بيقولوا انه مجرد شاهد، هياخدوا منه كلمتين وخلاص. المهم انت هتقول لهم زي ما اتفقنا. اسامه لازم تروح مع القسم وتحضر التحقيق عشان تأيد كلامه. خلص وبلغني. سلام. اهلا يا استاذ يوسف. عامل يا سعد؟ منصور بيه صاحي؟ تعالى يا يوسف. مساء الخير يا منصور بيه. والصباح الخير، بقينا الفجر خلاص. ما انا مستغرب بصراحه، مش مواعيد سيادتك دي خالص. هو في حاجه؟ هقول لك كل حاجه، قول لي بس الاول، شفت الحادثه اللي قلت لك عليها؟ شفت. بيقولوا حد متهور كان سايق بسرعه خبط راجل وست خبطه جامده، والراجل مات والست نقلوها المستشفى. الراجل اسمه اسماعيل عبد الدايم شغال ريجيسير، والست ما لقوش معاها بطاقه. يعني الست دي عايشه؟ ايوه بس فاقده الوعي. بس ممكن تفوق. ممكن. انا بس عايز افهم، هو حضرتك مهتم بالحادثه دي ليه؟ فيهم حد يخصك؟ اللي خبطهم يخصني، هيثم ابني. يا نهار اسود. طب هو فين دلوقتي؟ بعته فيلة اسامه الصاوي، كانه كان سهران معاه وما خرجش من عنده من اول الليل. حلو، بس ده في حاله ان مفيش حد شافه. بيقول ان الشارع كان فاضي ومحدش شاف حاجه، والناس اللي شافوه في الكافيه بعت لهم اسامه يتصرف معاهم. حلو. العربيه بقى اللي عمل بيها الحادثه فين؟ هنا في الجراج. غلط يا باشا، العربيه دي لازم تختفي خالص، حتى لو اضطرينا نولع فيها. دي امرها سهل. المهم دلوقتي التحقيق يعدي على خير، وبعدها نشوف الخطوه اللي جايه.
اسفين اننا استدعيناك في وقت زي ده، بس للاسف مضطرين. انا تحت امرك يا فندم، بس انا مستغرب بس لاني ما كنتش موجود في المنطقه دي خالص النهارده، فمش فاهم الحقيقه انا هنا ليه يعني. امال كنت فين؟ كنت عند اسامه بيه، مش حضرتك جايبني من عنده؟ مظبوط يا باشا، هيثم كان سهران عندي اول الليل وما خرجش غير دلوقتي. اصل انا متعود اسهر كل خميس في فيلتي مع اي حد من اصحابي. حضرتك مين؟ اسامه الصاوي، رئيس مجلس اداره شركات الصاوي جروب وصديق عائله رفاعي. وفيلة حضرتك فين بالظبط يا استاذ اسامه؟ في كومباوند هنا في زايد. وكنت بقى عند الاستاذ اسامه من الساعه كام يا استاذ هيثم؟ وانت مالك؟ انت بتسال ليه يعني؟ وبتحضر التحقيق ليه اصلا؟ استاذ صالح شاهد زيك بالظبط. شاهد زينا يبقى ما يوجه لناش اسئله، ده اللي اعرفه. تمام جدا. جاوب بس على السؤال ده لو سمحت. كنت عند الاستاذ اسامه من الساعه كام تقريبا؟ هيثم جالي كانت الساعه حوالي 11 ونص تقريبا. وما خرجتش خالص؟ خالص. ولا رحت كافيه نيرفانا على الساعه 1 صباحا كده؟ لا لا لا، ده كتير بقى يا حضره الضابط، لو سمحت ما ينفعش الشيء ده يوجه لي اسئله تاني. انا مش شيء، سامع يالا، انا مش شيء. انا اسمي صالح محمود، ولما تتكلم معايا تتكلم بادب. لو سمحت يا استاذ صالح ما ينفعش كده. حاضر يا فندم. اصله ما يقدرش ينكر وجوده في نيرفانا، كل الناس شافته، الويتر والسايس وكل اللي شغالين في الكافيه شاهدين. الكلام ده ما حصلش. لا حصل، وقعدت مع عم اسماعيل وفرح كمان، وخدتهم وخرجتوا قدامنا كلنا. لا لا لا، ده انت باين عليك شارب حاجه. اعملوا له تحليل مخدرات يا فندم، ده اكيد بيتعاطى، مش طبيعي يعني. انا موافق يتعمل لي تحليل مخدرات، بس بشرط يعملوا لك انت كمان، ونشوف بقى مين فينا اللي بيشرب مخدرات. في اي اسئله تاني يا حضره الضابط؟ انا مستغرب انت ليه بتنفي وجودك في نيرفانا مع انك مش مدان لغايه دلوقتي، وعارف كويس قوي ان كل اللي شافوك في نيرفانا هياكدوا وجودك. موقفك غريب جدا يا هيثم بيه. انا مش هسمع كلام من الراجل ده تاني يا حضره الضابط، كانه هوا مش موجود. اوكي بس استاذ صالح بيأكد انك خرجت مع اسماعيل عبد الدايم وفرح من كافيه نيرفانا وانت بتنكر، وده معناه اننا لازم ناخد اقوال الشهود في نيرفانا، وطبعا هنفرغ كاميرات المراقبه. مفيش مانع يا فندم، يلا بينا. انا شايف ان انت تراجع نفسك احسن هيثم بيه، عشان شكلك هيبقى وحش قوي قدامنا. شكلي انا اللي هيبقى وحش؟ انت طيب قوي يا اسمك ايه انت؟